شوف عقل المرأة. ماذا قالت لابنتها وهي تزف إلى زوجها؟ قالت لها: أي بنية، إن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك. يعني أنت مؤدبة، ما أنتش عايزة، ولكنها معونة للغافل وتذكرة للعاقل. إنك غدا ستذهبين إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني 10 خصال تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة. وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموقع عينه وموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والخامسة والسادسة التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وحرارة الجوع ملهبة. أما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعلى عياله. أما التاسعة والعاشرة أن لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. وإياك بعد ذلك والفرح إن كان ترحا والحزن إن كان فرحا.